السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة تيستي نينا. ان شاء الله في هذا الفيديو نلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم جيتكم كفكرة تاع غدا ولا عشاء تحضريها لعائلتك. هذه الوصفة عبارة على صينية بالكفتة والبطاطا. سورتو حنا نسا ديفوا تذهبنا واش حنطيبو تالمو طيبنا كلش. جيتكم بفكرة سهلة، غير تحضري المكونات تاعك ديريهم في البلا وتحطيهم ديريكتومون في الفرن، مايش حتديك الوقت بزاف وتجي بنينه. انا حضرتها وقدمتها مع روز بالفيرميسال، كنت قدمته معاكم في القناه، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وانتي اي حاجه تقدميها مع هذا البلا تقدري ديريها مع الخبز مطلوع ولا بطبوط اللي تحبي انتيا. هيا نشوفوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. نبدأ بسم الله. عندي 300 غرام فيون داشي، كمية ماهيش كبيرة بزاف. عندي ربطة صغيرة تاع معدنوس قطعته قطع صغيرة، بصلة كبيرة قطعتها مربعات صغيرة، وحبة فلفل حلو يكون الحجم تاعها كبير قصيتها ايضا قطع رفيعة. والفلفل الحار اختياري، درت فلفلة حارة صغيرة و3 فصوص من الثوم. المكونات هذو كامل راح نديرهم في الروبو ونميكسيهم تخي بيان حتى نتحصلوا على هذا القوام. شوفوا الكفتة تاعنا كيفاه تكون كامل متجانسة مع المكونات، لازم ترحيوها مليح. ونبدا ندير لي زيبيس، الملح حسب الرغبة. طريقة سهلة تقدروا تعتمدوها حتى في الطاجين تاع الكفتة، ايضا راح تجيكم بنينه بزاف. درت مغرفه صغيره تاع كزبر، مغرفه صغيره معمره فلفل عكري اللي هو الفلفل الاحمر حلو، نص مغرفه صغيره تاع كمون، ونص مغرفه صغيره لي زيبيس تاع اللحم ولا الدجاج اللي عندك، مغرفه صغيره مملوءه تاع لا موطارد. ونخلط حتى يتجانسوا لي مليح المكونات مع بعض. هكا الفيون داشي كي يطيب ما يجيناش شايح من داخل. 300 غرام تاع الفيون داشي راح دير لي كميه لاباس بها، لانه راح نزيدو معاها البطاطا والطماطم. ونكمل باقي المكونات. عندي 3 حبات من الطماطم حجم متوسط، قصيتهم دي روندال ما يكونوش رقاق وما يكونوش خشن بزاف. و3 حبات بطاطا الحجم ايضا متوسط، نقصوهم دي روندال يكون السمك تاعهم متوسط، اسمع ما ديرهمش رقاق بزاف وما ديرهمش خشن بزاف. اسمع اذا درتوهم خشان بزاف راح يديولكم بزاف الوقت في الفرن. بالنسبه للبلا اللي يدخل الفرن انا استعملت هذا الشكل، نتوما تستعملوا اي بلا المهم يدخل للفرن. البلا هذا راهو كبير. ونبدا نستف، ندير البطاطا الطماطم والفيون داشي، ندير رونديله تاع البطاطا رونديله تاع الطماطم، ونزيد ندير فيون داشي ونحطو فوق الطماطم، ونكمل كامل بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها في الفيديو. نظن راهي واضحه. وكل وحده كيفاش تقدر دير، تقدري ديري بار اكزومبل طبقه تاع الطماطم وتزيدي فوقها البطاطا، وفي الاخير تزيدي الفيون داشي، لكن الاختيار. بعد ما كملت كامل ستفتهم في الاخير راح ندير فلفل حار قصيته شرائح، ونزيد اوراق من الرند، هو ثاني راح يعطينا بنة في البلا. نعرفوا الرند يجي بزاف على لي بلا اللي نديروهم في الفرن. بعدها راح نحضروا لاصوص. لاصوص سهله بزاف. عندي 2 فصين من الثوم نربيهم، لاصوص مانيش راح نطيبها لانه راهي راح تطيب في الفرن. عندي بيغي دو طوماط، هنا شريته واجد، استعملت حوالي
100 غرام حتى ل 150 غرام. واذا ما عندكش ديري 2 حبات طماطم يكون الحجم تاعهم متوسط، ارحيهم وزيدي لهم ملعقه اكل طماطم مصبره. انا الطماطم تاعي حمراء، درت غير ملعقه صغيره مملوءه تاع الطماطم كونسونطري. وزدت حوالي 250 مليلتر ماء يكون سخون. ضفت الملح وراح ندير 3 ملاعق اكل من زيت الزيتون، لانه الطبق تاعي بغيته صحي. ديروا زيت زيتون اذا بغيتوه صحي، ولا ديروا زبده اللي ما فيهاش زيت، ولا زيت لافوكا ولا نواه كوكو اللي ما فيهاش العطر. وندير لاصوص فوق الكفته والبطاطا. لازم تغطيوها مليح بالصلصه، لانه فيها البطاطا هكا باش تطيب لنا بالخف وما تجيناش ناشفه. نحطها في الفرن على 200 درجه، نشعلها من التحت ومن فوق. انا خلص لي بابي فيلم، غطيوها بابي كويسون وزيدوا فوقو بابي فيلم هكا باش مع البخار البطاطا تطيب لكم بالخف وما تديلكمش الوقت بزاف في الفرن. حتى تشوفوا البطاطا تاعكم طابت تنحيوها من الفرن، تجي ما شاء الله. شوفوا لاصوص كيفاه ولات خاثره، الفيوندا شي طاب، البطاطا طابت لانه ما كسيناهاش خشينه، وتجي بنينه مع الرند اللي درناه، جات ما شاء الله. بالنسبه للطبق هذا قدمته مع الروز بالفارميسال، كنت حضرته معاكم من قبل، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. واذا ما بغيتيش ديري الروز تقدري تقدميها مع خبز مطلوع، لك الاختيار. تزيدي معها سلطه خفيفه، فكره تاع غدا ولا عشاء. شوفوا لاصوص تاعها كيفاه جات خاثره. وقدمتها مع الفلفل المخلل، فلفل حار، ودرت لها رشه صغيره تاع المعدنوس. غير جربوا هذه الوصفه، جات ما شاء الله، فكره سهله وبنينه. وبالنسبه للخضره راكم تقدروا تزيدوا لها الخضره اللي تحبوها، تقدروا ديروا الجريوات مع الباذنجان مع الزروديه، ايضا راح تجيكم بنينه بزاف. انا درت فيها غير البطاطا والطماطم. شوفوا اللحم ما يجيش ناشف من داخل، يجي طري، يحافظ على العصاره تاعو عفوا. وان شاء الله تجربوا الوصفه تاعي تاع اليوم وتعجبكم، وما تنساوش ما تخليو لي جيم وتعليق. واللي اول مره يشوف القناه نتمنى يشترك ويفعل الجرس. نقولكم في امان الله، نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى. السلام عليكم.